كنت تعرف إن في فرق ما بين السوشيال ميديا والتسويق؟ زي ما سمعت. ودي معلومة 99% من الناس فاهمينها غلط. الناس مفكرة مجرد ما هم بيعملوا صفحات على السوشيال ميديا سواء على الفيس أو على الانستجرام ويبدأوا ينزلوا بوستات، هم كده بدأوا تسويق. هم كده بدأوا ينشروا محتوى، بدأوا ينشروا بوستات، مش تسويق. التسويق الحقيقي بيبدأ من قبل ما تعمل صفحات. بيبدأ لما تعرف مين العميل بتاعك، لما تعرف ايه الهدف من بيع المنتج او الخدمة بتاعتك، لما تبدأ تسعر خدماتك او منتجاتك، لما تبدأ تسأل العميل بتاعي هيشتري مني ليه، وايه الحاجة اللي انا حلتها له. فلو انت مش عارف تجاوب على الأسئلة دي، انت لو عندك مليون متابع على السوشيال ميديا مش هيفرقوا في حاجة ومش هتبيع. فلو حللناها هنعرف ان التسويق استراتيجية، انما السوشيال ميديا هي أداة من أدوات التسويق علشان تحقق الاستراتيجية اللي انت حطيتها. يعني انت ممكن تكسب من غير سوشيال ميديا، انما مستحيل تكسب من غير تسويق صح. علشان كده انت ممكن تلاقي براند عنده فولورز كتير جدا ولكن نسبة المبيعات بتاعته قليلة جدا، وممكن تلاقي براند تاني مش معروف على السوشيال ميديا اصلا وملهوش وجود ولكن المبيعات بتاعته 10 اضعاف البراند الاولاني. فالموضوع مش بتنزل كام بوست وبتنزل كام ريل، الموضوع هل انت فاهم انت بتنزل البوستات والريلز دي لهدف ايه ولا لا. فلو انت مشغل السوشيال ميديا بتاعتك صح ومفيش عائد من وراها، يبقى انت كده ما بدأتش التسويق بتاعك لغاية دلوقتي.